طب ايه الامان من وجهه نظرك اصلا؟ ان انت تبقي المكان اللي شغاله فيه سيفتي، يعني حاسه ان انت المكان كويس، مؤمنه، مفيش مضايقات، مفيش انتقادات، زمايلك بيراعوكي في مواعيد الشغل كده. بس انت عارفه ان اللي انت بتقوليه ده هو الامن مش الامان، لان في فرق. يعني الامن هو الامن بيحسسك بالامان اصلا، ما انت بالظبط. بس هو ده عنصر، لكن الامان اللي بنعنيه كمجتمع سيدات وهم في الشغل ممكن يكونوا بيتعرضوا لضغوطات كتير، ممكن يكون في بعد جوه المساله كده، بتحسي جوه الشغل ان انت مثلا لو في فرصه ترقيه ممكن اكتر يبقى بيروح لها الراجل مش انت، عشان انت ست فيتبص انها ست وهتولد وهتخلف، بلاش نحطها في الحته دي. ممكن بقى الاتش ار مانجر بقى هي اللي تقول لنا القصه دي. اوكي، الاول انا التايتل بتاعي شويه ناحيه التالنت مانجمنت، وده بيديني حته ان انا في حته ان انا التالنت من اول الايكويتي بين الراجل والست بتبدا عندي من اول ما بيجي لي سي في او بفتح اصلا بوست ان انا عايزه اعين حد. في شركات كتيره مالتي ناشونالز واسامي كبيره، انا مش حابه بس اني اذكر الاسم، بس بتدي دايما افضليه، لا انا عايزه راجل. ليه؟ علشان الراجل مش هيخلف، مش هيولد، مش هيقول لي انا عايزه اروح بابي تعبان، ابني تعبان، انا لازم اقعد معاه، مش هيقعد 9 شهور. يعني ده واقعيا موجود فعلا ولحد وقتنا هذا ده بيحصل. اسامي كبيره جدا، مش بس مالتي ناشونالز، مش بس اس ام ايز، لا كل حاجه. وللاسف الماجوريتي في مصر هي اس ام ايز، سمول اند ميديوم انتربرايزز، هي الشركات اللي اقل من 500 اللي اغلبنا بيبقى شغالين في حاجات كده. للاسف دي ما بتبقاش في رقابه قوي عليها زي المالتي ناشونالز، فبتلاقي فيها اكتر من فايلنس للرولز دي. ايفن المالتي ناشونالز فيها الحاجات دي يا جماعه، بس بتبقى مستخبيه، بتبقى انت عارفه مثلا الهايرنج مانجر بينك وبينه، لا بصي يعني ما بتتقالش علانيه يعني، لكن بيبقى جوه الناس ضمنيا فاهمه ان ده السيستم. ولو ما اهلكيش انت كانترفيور عشان انت بنت، هو هتلاقيه بيختار على اساسها. فاكيد في عندنا مشكله كبيره في الحته دي. فده الحاجه دي مش بس موجوده في مصر، عالميا يا جماعه في تحيز كبير ضد ده جزء كبير جدا من الاحساس بالامان. يعني ان انت تبقي حاسه طول الوقت ان هو بيبقى حسب كارير كل عمل. يعني انا عندي ما فيش البروبلمز اللي هي بتقول عليها دي، حسب الكارير اللي انت شغاله فيه. انت في شغلك يعني انا شغلي تمام لا يعني حتى في شغلنا يعني انا يعني احنا بنطلع حفاير زي الرجاله، بنزل وبطلع. بتشتغلي اكتر مع ناس رجاله اكتر كتير يعني. بس احنا ممكن ان انا يعني كمان باخد اوبشنات عنهم في حاجات عادي حسب شغلك، بتتقدري حسب شغلك. وجهة نظر المفروض يعني استثنائيه اعتقد، مش هو ده التعميم. هو حسب الكارير اللي انت بتشتغلي فيه.